بص يا فندم، هو انا كل اللي انا هقوله لك ان لما دماغك تحاول تقنعك بحاجه معينه انك ما تعملهاش، قول لها معلش انا عايز اعملها، مالكيش دعوه. بس لان اكتر عدو للانسان هي نفسه، وعشان تنجح في حياتك في حاجتين لازم تشتغل عليهم. الحاجه اللي انت عايز تنجح فيها، يعني مثلا تخصص معين او مذاكره معينه، انت اكيد لازم تشتغل عليها وتذاكر عليها. والنفس بتاعتك انك تشتغل على نفسيتك، تقعد تحسن فيها، تطور فيها. للاسف احنا كبشر عامه بنشتغل على حاجه من الاثنين. يعني حد بيقول لا 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 النفسيه دي ملهاش لازمه، اقعد اشتغل، ذاكر، انجز، اعمل. ولكن وانت شغال وبتذاكر وبتنجز وبتعمل بتقع، على ما بترجع تقف تاني بتاخد وقت اطول، وتفضل في الدوامه دي، تمشي مسافه كبيره وتقع، تمشي مسافه كبيره وتقع. وعلى الناحيه الثانيه في ناس بتقعد تسمع في موتيفيشنال سبيكرز، يعني تقعد تسمع في حاجات عن النفسيه وازاي الناس تبقى كويسه وحلوه وجميله، ما بتشتغلش وبالتالي ما بيشوفوش نتيجه، والاثنين بيفضلوا في نفس الدوامه، لا ده نجح ولا ده نجح. ونفسك فعلا قويه انها تمنعك انك تعمل اي حاجه انت نفسك تعملها، واذكى منك في انها تقنعك انه لا ده مش الوقت المناسب انك تعمل الحاجه دي، لا والله انت مش كفء كفايه انك تعمل الحاجه دي، لا في غيرك كتير عملها فمالوش لازمه انك تعملها. او ان الناس هتتريق عليك في الحاجه اللي انت عايز تعملها، ايا كانت ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها. واللي بيفضل عايش في الخوف ده ما بيعملش حاجه في حياته، نفسه هي اللي بتقعد تبيع وتشتري فيه. اصلا نفسك طول الوقت بتسعى انها تدخلك في منطقه الراحه. انا ما انساش ابدا كميه الاوقات او الحاجات اللي انا نفسي اعملها في حياتي، او الحاجات اللي انا بعملها في حياتي اللي نفسي بتيجي تقول لي ايه هو كل اللي بتعمله ده ليه؟ ما ترجع تقعد جنب ابوك وامك عادي جدا نفسك، في حين ان انت بتسعى وشغال على حاجات ضخمه جدا. فما تسمعش لنفسك وما تسمح لهاش انها تدخلك في الكومفورت زون بتاعتها، انك ما تعملش حاجه. وللاسف انت كل ما بتكبر كل ما الكومفورت زون بيحصل لها كستمايزيشن، يعني هي بتتشكل عليك بالشكل اللي يخليك تحس انه اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه. يعني انا افتكر عسيلي كان بيقول اللي في دماغك ده وسواس خناس، اللي هو يعني دماغك بتاكلك، هتعطلك عن اي حاجه انت نفسك تعملها، نفسك تنجح فيها. وعشان تعمل حاجه لازم تكون بتحبها. محدش طول الوقت بيفضل حابب الحاجه اللي هو بيعملها، يعني حتى في العلاقات. يعني انت لما تيجي ترتبط مثلا، انت مش طول الوقت هتبقى بتحب مراتك، مش طول الوقت هتبقى بتحب اهلك، من وقت للتاني هيبقى في مشاكل ما بينك وما بينهم، دي حاجه طبيعيه، ده مش عيب في حد فيكم، انتوا الاثنين كويسين. الهيدونيك ادابتيشن هينزل عليك كده يخليك عادي، ايه المشكله، ما مش حاسس اني بحب الحاجه اللي انا بعملها، لا ده طبيعي، كمل. تاني حاجه ما تستناش النتائج، يعني ما تقعدش تدور على النتائج، انا مش شايف نتائج ليه؟ دماغك من غير ما تحس لو مش شايفه نتائج هتوقفك على الحاجه اللي انت بتعملها. والنتائج كده كده ما بتظهرش غير بعد فترات بعيده، يعني بعد سنه 2 3 بعد 10 سنين. فانك تفضل عايش وانت منتظر النتائج ده مش هيخليك تعيش اصلا، ومش هيخليك تعمل اي حاجه في الدنيا. وسبحان الله المفارقه العظيمه اللي احنا عايشين فيها، ان الناس اللي بتشتغل عشان تاخد فلوس، هو الشغل قصاده فلوس، هم بيشوفوا نتيجه فبيفضلوا في السايكل دي، ودي حاجه حلوه. ولكن في نفس الوقت انت ممكن تشتغل على حاجات تانية مش هتوريك نتائج النهارده، هتوريك نتائج بعد كده في المستقبل. والله لا اصلا انا مش شايف نتائج، فانا هرجع اشتغل عشان اشوف نتيجه لحظيه. فبلاش بلاش بلاش تبقى من الناس دول، بلاش تبقى طريقه تفكيرك او نظرتك للامور بنفس الكونسبت بتاع صندوق سكانر. انت لو عملت حاجه حلوه هتاخد مكافاه في لحظتها، لو فضلت عايش كده مش هتعمل حاجه في حياتك. كلنا كده كده عايشين، بس لو انت عندك فرصه انك تعمل حاجه حلوه معلش اعملها، معلش بلاش تعيش الدنيا كده وخلاص. طب ازاي تحل مشكله ان دماغك طول الوقت بتستنى نتائج، تشوف نتائج عشان تكمل؟ تعمل حاجه من اتنين، يا اما تحدد مجهود معين هتحطه في حاجه معينه، يا اما تحدد تايم معين، وقت معين، فتره معينه هتفضل شغال فيه على الحاجه دي. مجهود معين يعني ايه؟ يعني مثلا لو هتقرا كتب معينه، انا عندي 5 كتب خلال فتره زمنيه معينه المفروض اخلصها، بس ماليش دعوه. او ان انا احدد ان كل يوم مثلا هقرا 5 ورقات لمده 6 شهور، ايا كان بقى قرات كتاب 2 3 10 100، انا ماليش دعوه، انا محدد نظام هفضل ماشي عليه. الاثنين حلوين، بس ابدا بسيستم فيهم وافضل ماشي عليه. طب تلزم نفسك بده ازاي؟ انك تكتب على ورقه حاجه بسيطه، حاجه واحده بس وبسيطه، انا هقرا كل يوم 5 ورقات لمده 6 شهور، شكرا. الورقه دي هحطها كده على جنب وهفضل ماشي وراها، بس بسيطه. 5 ورقات دول مش حاجه، عايز تظبطهم بقى في تايم الصبح بقى بالليل في المواصلات، المهم ان ده سيستم انت شغال عليه وماشي عليه، ما تبصش على اي نتائج، هو سيستم انت ماشي بيه. او انت حاطط هدف، انا عندي 5 كتب لازم اقراهم واخلصهم، هخلصهم انت خلال تايم فريم، وقت معين، ماليش دعوه بقى خلصتهم النهارده امبارح السنه الجايه، بس انت حاطط تايم وقت معين يخلصوا فيه وشكرا. ما تدخلش في حوار مع نفسك، هتخش في حوار مع نفسك في حاجه معينه، في هدف معين انت حطيته، هتخسره مش هتكمل، دماغك هتعرف تكسبك، فما تحاولش. وكل ما كنت عبقري، كل ما كنت شاطر اكتر، وكل ما كنت مجتهد اكتر، كل ما دماغك هتعرف تقنعك بشكل تنين. فما تخشش الحوار ده. عارف انت زي ما تدخل مع حد كده انت عارف ان هو مش هتعرف تتكلم معاه، مش هتعرف تقنعه،
فما تخشش الحوار ده، بغض النظر ان انت جوه دماغك بتحب انت انك تخش في حوار مع حد، وكده كده انتوا الاتنين ما حدش فيكم هيقنع التاني اصلا، فليه برضه دماغك هتقعد تلعب لعبه انه اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه وان انت بتضيع وقت؟ اول ما يجي لك الاحساس ده او التفكير ده، رد على نفسك ببساطه، انت بتضيع وقت في حاجات كتير جدا في حياتك، فبعد اذنك ادي شويه الوقت للحاجه دي. يعني مثلا انا بشوف ان دي مشكله عندنا في موضوع المذاكره والتعلم او في حياتنا عامه، يعني دايما بنحب ندور على الشورت كاتس، يعني اللي هو ايه ده، محاضره اقعد اذاكر فيها، محاضره ساعه اقعد اذاكرها في 5 ساعات او 4 ساعات، ليه؟ المفروض اخلصها في 10 دقائق، نص ساعه، ساعه، من غير ما نقدر كميه العلم اللي في المحاضره دي. يعني انا بسال نفسي سؤال، الراجل ده قاعد يشرح لك كلام في محاضره في ساعه واحده بس، وهو عشان يشرح لك في الساعه دي قعد شهور وسنين عشان يجمع لك الخبره دي في ساعه. انت مش قادر تصبر على نفسك تقعد تسمعها في ساعه ولا 4 ساعات ولا 5 ساعات حتى؟ بلاش البرزنتيشن اللي هو بيعرض لك منها كونتنت او المحتوى بتاع المحاضره دي، هو ما عملهوش في ربع ساعه، نص ساعه بشات جي بي تي في 5 دقائق، لا، هو قاعد يفكر ازاي، طب اعرض ايه، طب بعد كده الكلام هيبقى ايه. احنا وصلنا لمرحله ان احنا ما عندناش صبر. انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عني نفسي انا شخصيا. انا عمري في يوم من الايام ما كنت اتخيل ان انا هقعد قدام اليوتيوب شورتس واقعد اتفرج واقعد اعمل سكرول، لدرجه ان انا ببقى نفسي اصور نفسي وانا قاعد اعمل كده عشان بس اتفرج على نفسي من بره. وده حلو جدا، لما بتشوف نفسك من بره بتعرف تقيم نفسك، تعرف ايه ده، هو انا كده، وتبص لنفسك باشمئزاز شويه فتحاول انك تصلح ده. عارف انت الناس اللي بتتكلم عن تعفن الدماغ وان احنا بقينا متعودين على السوشيال ميديا والدوبامين بتاع السوشيال ميديا، هو ده مش 24 ساعه بيحصل معانا، يعني بيحصل في اوقات واوقات لا، ودماغك بشكل ما بتعرف تقنعك ان انت لا انا مش مدمن، لا انا ما بضيعش وقت، انت مش بتحس اصلا بالوقت عشان تحس ان هو بيضيع منك. تاني عايز اقول الحته بتاعت ان نو بلان از ا بلان تو فيل، دي مش دايما صح. في اوقات احنا كل اللي احنا محتاجين نعمله احنا بس نتحرك، ناخد خطوه ونتحرك، زي ما ابقى طالع بعربيه مثلا وماشي على طريق في الصحراء وافضل ماشي مش شايف اي حاجه، رمال، وبعد كده تبتدي تظهر قدامي يافطه، لو عايز اعمل حاجه معينه اخش يمين، لو عايز حاجه تانية اخش شمال، وبعد كده وهكذا ادخل يمين، وبعد كده الاقي حاجات تانية امشي فيها. هي الدنيا بتمشي كده. لكن لو فضلت قاعد وانا بس عايز اعمل بلان من اول ما ابتدي لحد ما اخلص، ده مش موجود في الكوكب، مش موجود في الحياة اصلا. فبطل تنتظر ده، وبطل تفكر كده، وبطل تدور على انه انا عايز اشوف هدف كبير اوصل له، لا، اتحرك. الافكار دي ليا قبل ما تكون ليك. في يوم من الايام انا هبقى ديبريسد، محبط، وشايف الدنيا مقفله معايا، لما ارجع ابص على نفسي واشوف نفسي انا كنت بقول كذا وكذا وكذا، طب ما انا كنت حلو اهو، يلا نرجع تاني.